الاستخبارات الألمانية تلقي القبض على مصري، سوري و3 مغاربة في ألمانيا. كانوا يخططون لهجوم إرهابي على أسواق واحتفالات عيد الميلاد في ألمانيا. الحمد لله تم القبض على هاي الخلية. الشيخ الداعي هذا مصري وإمام مسجد، وهو اللي كان يقنع السوري والمغاربة بالقيام بهاي العملية، وكانوا يخططوا للهجوم على أسواق عيد الميلاد وتجمعات عيد الميلاد في ألمانيا في ولاية بافاريا بسيارة ودهس أكبر عدد من الموجودين، وهذه السيارة تكون مفخخة، وبالتالي تؤدي إلى أكبر ضرر ممكن بالناس والأطفال وكل الناس. الحمد لله أنه تم اكتشاف هاي الخلية الإرهابية قبل حدوث هذا الهجوم، لأنه كان راح يؤدي إلى ضحايا كثير بالناس المحتفلة بأعياد الميلاد الكريسماس. الحمد لله مرة ثانية، وشكرا أنه هذا الشيء ما صار.